بالموبايل هتدخلي على الموقع اللي هقوله لك في اخر الفيديو، وتدي له صورتك وصوره الفستان اللي عايزه تلبسيه والبحر اللي هتتصوري فيه، وتدوسي جنريت وهو لوحده يعمل لك صوره مجمعه لكل دول. وانت كمان تعرف تحط صوره البدله والعربيه عادي. طب لو عندك منتج بتسوق له، هنصوره من كذا زاويه ونرفعه على الموقع، وتكتب تخيلك للمنتج انت عايزه يطلع عامل ازاي. بس انا ما بعرفش اتخيل. ما تخافش مش هسيبك. افتح لي بقى بنترست ودور على الصوره اللي عجباك ويلا بينا ناخدها كوبي، وهنخش على شات جي بي تي ونقول له حلل الصوره دي واكتب لي برومبت ليها. هناخد البرومبت ونرجع بيه على الموقع الاولاني. يا عم اسمه ايه؟ مش انا قلت لك هقول لك بس في اخر الفيديو. هنرفع فيه الصور ونديله البرومبت وندوس جنريت. طب ثواني، هو انا لو طلبت ده من شات جي بي تي هيعمل؟ اتفرج يا باشا ادي النتيجه. ما واحده كده علينا يا عم جو، احنا مش ملاحقين نطبق معاك. اللي واحده ده هتلاقيه في كورس اي في البيزنس، شارحين فيه كل ده واحده بواحده على الاقل من مهلنا وب 499 جنيه بس. طب خليك حلو كده يا عم جو، قول لنا هينفعنا في ايه كمان. هينظف الخلفيه لو انت بتشتغل في الاي كوميرس، ولو عايز تعدل على الصوره هيدي لك ثبات للمنتج في كل التعديلات، هيغير الزوايا والاضاءه والالوان من غير ما يغير لك المنتج. انا مثلا صوره فرحنا مش عاجبه مراتي قوي، لو دخلت له صورتي وصورتها دلوقتي هيعمل لنا صوره فرح من تاني. اما شات جي بي تي لما دخلت له الصورتين جوزني لواحده تانية اصلا. طب ما حلو ده. بتكلم على الموقع، انا بتكلم على الموقع. انا بقى اعمل لكم كتيب مجانا في اسماء المواقع اللي انا استخدمتها، وكمان كل شيء عن الفيديو دوت خطوه بخطوه. اكتب كلمه بنانا وهيوصلك لغايه عندك في رساله.